المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية، مسار متقدم وتطور وابتكار. تأسس مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية في منتصف عام 1978، وهو أحد المراكز البحثية التابعة لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وهو مركز بحثي استشاري في مجال الطاقة المتجددة، رائد بعملياته وإنجازاته البحثية والتدريبية وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. يوجد المؤسسات الإقليمية والدولية الناجحة. تتركز دراسة المركز على دراسة تطويع مصادر الطاقة المتجددة طبقا للظروف البيئية السائدة محليا، واقتراح السبل والطرق الكفيلة بإدماج هذه المصادر ضمن الخليط الطافي في الدولة الليبية. كما أن للمركز العديد من المهام تتمثل في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية في مجال الطاقة الشمسية، ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيقها، والاستغلال الموسع للطاقة الشمسية، ونشر الوعي العلمي في مجال الطاقة الشمسية، واقتراح سياسات وأولويات البحث العلمي، ووضع الخطط والبرامج والمواصفات القياسية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، والمساهمة في تنفيذها، ومنح شهادات الجودة، والقيام بالدراسات والبحوث العلمية والمشاريع الريادية والتجريبية المتعلقة باستخدام وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وإجراء المسوحات اللازمة لتقييم مصادر الطاقة الشمسية وتجديد إمكاناتها، وتقييمها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمارها، ومتابعة الاكتشافات والتطورات العلمية، والإسهام في وضع برنامج وطني لنقل وتوطين التقنيات واستغلالها وتطويعها للاستخدامات المحلية للطاقة المتجددة. كما أن من اختصاصات المركز تقديم المشورة العلمية والفنية والقيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والمشاركة في وضع المواصفات الفنية، والقيام بالأعمال التي من شأنها الرفع من استيعاب القدرات الوطنية للتقنيات المرتبطة بنشاط المركز، والتوسع في استعمالها والاستفادة منها، والعمل على وضع وتطبيق البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب وتحفيز الكوادر البحثية والفنية العاملة بالمركز، والقيام بالدراسات التي تتعلق بالظواهر الاجتماعية والبيئية الناتجة عن ممارسة المركز لنشاطاته، والقيام بوضع الأساليب الناجعة لمعالجة سلبياتها وتعميم إيجابياتها، والقيام بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإلقاء المحاضرات التي تتعلق بأنشطة المركز، والقيام بالمشاركات في المؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية، وكذلك القيام بتنظيم المعارض التي تبرز أنشطته، والقيام أيضا بوضع المقترحات حول التشريعات التي تتعلق بأنشطة المركز والتي تتعلق بممارساته لاختصاصه، ونشر الوعي العلمي، والقيام بالتعريف بأنشطة المركز في وسائل الإعلام، وإعداد الكتيبات والملصقات، والقيام بإصدار المجلات العلمية والنشرات الدولية. كما أن للمركز العديد من مجالات العمل الحالية، منها التحول الحراري، والبرنامج الوطني لتسخين المياه المنزلية، والمزج بين التقنيات الحرارية للطاقة الشمسية وتحلية المياه، والتدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية،
والتطبيقات الزراعية للطاقة الشمسية الحرارية. ومن أعمال المركز أيضا التحول الفوتوضوئي واستخدام منظومات الخلايا الشمسية المستقلة في التطبيقات المختلفة، واستخدام منظومات الخلايا الشمسية لتوليد القدرة ودعم الشبكة العامة، واستخدام طاقات الرياح أيضا كمنظومة طاقة الرياح المستقلة في التطبيقات المختلفة، واستخدام توربينات الرياح لتوليد القدرة ودعم الشبكة العامة للكهرباء، والبرنامج الوطني لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية، وإدماج منظومات الطاقة المتجددة في المباني، والمساهمة في إعداد دليل الطاقة في المباني وتطويع مواد البناء الحالية. وفي إطار الرفع من كفاءة الموظفين بالمركز، قام السيد مدير عام المركز بتكريم عدد من الموظفين المشاركين في ورش العمل التي أقيمت نهاية هذا العام، وذلك للدفع بعجلة العمل والتطوير للمركز في كل جوانبه. المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية